طب يا جماعه انا هسيب الشارع خالص، اتفضل المايك واروح للمسؤولين. انا متاكد ان مفيش حد هيسمع من الشباب دول احسن من وزير الشباب، والحقيقه في ظل الاحداث والناس اللي بتتقتل في المظاهرات ما قدرناش نشوف كلام وزير الشباب غير بالشكل ده. نحن هنا من أجل الشباب المغربي وقضايات مستعجلة، نسمعوا صوت الشباب داخل الحزب وخارجه، وأن نبرهن أن التنظيم وسيلة، أما الغاية فهي الدفاع عن مصالح جيل بأكمله. لا نرى أن هذه الأصوات العالية تهديدا، بل نداء صادقا من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة. لا يجب أن نتعامل مع هذه الأصوات لا من منطق الخوف ولا من منطق التجاهل، بل من منطق الإنصات والمسؤولية، وأن نفتح أمامهم أبواب المشاركة السياسية الاقتصادية والثقافية. بس كفايه، ما تكملش الخطاب اكتر من كده، اصل لو سيبناك تكمل هيضيع نص شباب المغرب في السجن. بس طمني الاول، انت كاتب الخطاب ده على سطور ولا على قضبان؟ اصل انت ما شاء الله كل ما بتتكلم كل ما الناس ما بتقبض عليها اكتر. وعجبني الالتزام بالنص، عينك في الورقه من اول الخطاب، تقريبا لو ارتجل من بره هيجي له هو ازاله. وما شاء الله عليك، يعني واضح ان ابوابك مفتوحه للشباب. وان نفتح امامهم ابواب المشاركه. بصراحه انا مش شايف اي ابواب مفتوحه غير ابواب عربيات الترحيلات. يمكن هي دي شكل البيبان اللي يقصدها. حضرتك عامل تناقض، انا ما عرفتش اجيبه في البرنامج، بتخطب في الشباب والشباب نفسهم بيتقبض عليهم. اسمعوا صوت الشباب. اوكي هنا معاك حق، هو فعلا ما كدبش لما قال هسمع صوت الشباب، بس ما قالش منين، من السجن، من المعتقل، عربيات الترحيلات، يعني كل واحد بقى وحظه. من اجل الكرامه والمساواه برضه دي معاك حق فيها، لان هو فعلا كله اتقبض عليه. ما هو المساواه في الظلم مش عدل. اللي بيحصل في المغرب النهارده مش مجرد غضب شباب، دي صرخه جيل كامل حاسس ان ابسط حقوقه في بلده ضاعت. نفسه في مدرسه ما فيهاش 60 تلميذ في الفصل الواحد، في مستشفى ما يموتش فيها المريض على باب الطوارئ، نفسه في شغل يحفظ كرامته بدل ما يضطر المغربي يهاجر او يضيع في اوروبا. لما شباب المغرب بيخرجوا للشارع فهم هنا مش بيكسروا ولا بيخربوا، هم بيقولوا عايزين نعيش بكرامه في بلادنا. المؤلم ان الرد على الشباب ده كان بالرصاص والاعتقالات بدل ما يكون بالاصغاء والحوار. وللاسف ليله تصوير الحلقه ديت حصلت مواجهات كبيره قوي من قوات الامن والمتظاهرين في المغرب، وفي انباء عن اصابات ووفيات. دي لحظة حزينة علينا كلنا، وبتأكد قد ايه المغرب محتاج النهارده ان المغاربة يسمعوا بعض ويحتووا بعض، لان الدم عمره ما هيكون حل. المستقبل بيتبني بالحوار والكرامة مش بالمواجهة. المغرب بلد كبيرة بشعبه وبتاريخه، واللي حاصل دلوقتي بيقول ان في وجع حقيقي عند الشباب، وبدل ما نسيبه يكبر لازم الكل يسمع الكل.